يا صباح الخير. امبارح كان الرئيس زيلينسكي رئيس اوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية علشان التوقيع على اتفاقية المعادن. اتفاقية المعادن دي ترامب هولاكو العصر بيحاول ان هو يستحوذ على 50% من المعادن اللي باقية عند اوكرانيا في مقابل ان هو الفلوس اللي دفعوها في الحرب، وبيقولوا 350 مليار دولار تقريبا. وهل كان نفسي اساله سؤال، لو اوكرانيا احتاجت 350 مليار للتنميه في 3 سنين هيدفعهم؟ امريكا هتدفع 350 مليار دولار للتنميه ولا هتدفع بس 350 مليار للحرب؟ الحقيقه طبعا للحرب، بس عمرها ما هتدفع حتى 3 مليار دولار في اي دوله للتنميه. وده درس مهم ولازم كلنا نعيه ونستوعبه ونعرف الناس دي بتفكر ازاي وبتدفع ليه. المعادن، واللي ما يعرفش، المعادن النادرة اللي موجودة في العالم 33 عنصر، منهم 22 موجودين في اوكرانيا. مش كلهم موجودين، يعني مش موجودين بس في اوكرانيا، بس موجود منهم 22 عنصر في اوكرانيا. والحقيقة ان 40% من المعادن النادرة اللي موجودة في اوكرانيا هي دلوقتي تحت سيطرة روسيا في الاراضي اللي احتلتها روسيا او اللي اخذتها روسيا. فال 60% اللي باقيين ترامب عايز ياخد 50% منهم علشان مقابل الحماية. ده واضح جدا امبارح، لانه امبارح كان في نقدر نقول عهر دبلوماسي، ان يقعد رئيس دولة قدامه زي العيل الصغير ويقول له معانا انت تقدر تفاوض، وانت مش معانا ما تقدرش. with us you have a cardis without us you don't have a cardis. فالحقيقة ان هو كأي مقامر وكأي قوات سياسي حاول ان هو يضغط على زيلينسكي بكل الطرق علشان ياخد المعادن النادرة. المعادن النادرة طبعا 22 عنصر، منهم الليثيوم والتيتانيوم والجرافايت. والحقيقة ان الليثيوم من البطاريات، وخلاص دلوقتي انتوا عارفين ان كل السرعات بتتحول للبطاريات دلوقتي والشحن الطويل، فعنصر مهم جدا. التيتانيوم بيخش في بعض الحاجات الخاصة بالمفاعلات النووية والطيران. كمان الجرافايت بيتحول بالنانو تكنولوجي للجرافين، والجرافين كيلو منه بيعدي $100,000 تقريبا. فالواقع ان الحاجات نادرة. والاهم من ده بالنسبة لامريكا ان 60% من المعادن النادرة اللي في الكوكب بتسيطر عليها الصين. ما هي الصين كمان وامريكا شغالة بتسيطر على العالم بالقوة وبالنفوذ، كانت الصين بتحاول تسيطر على العالم بالاقتصاد. فاهتمت بان هي تاخد الحاجات دي وتمشي في التنميه مع الدول. هتلاقي انها بتعمل كباري وبتعمل مش عارف ايه وبتاخد المحاجر. هي ما بتاخدش غصب عنك وما بتعملش، مش بلطجه سياسيه زي اللي بيعملها ترامب وامريكا، انما في الاخر برضه هو بيستحوذ على حاجات اقتصاديا وبيحاول يسيطر على الدول الاقتصاديه. وانا شايف برضه ان الخطر الصيني ما يقلش ابدا عن الخطر الامريكي. لان برضو التجارة باقتصاديات العالم وطريقة حياتهم في وقت من الاوقات هتبقى كارت ضغط رهيب. والواقع ان كل اللي بيحصل دوت يخلينا نتعلم درس واحد قوي، ان احنا لازم دلوقتي ودلوقتي حالا، ودلوقتي حالا دي معناها النهارده، نتحد بجد. لان محدش هينفعنا ومحدش هيطبطب علينا ومحدش هيفيدنا غير نفسينا. احنا بتكلم عن احنا العرب والمسلمين. الحقيقة التكتل العربي الاسلامي لازم يكون واضح وجلي وقوي دلوقتي حالا، لان مش هتقدر تقف قدام الطوفان ده لوحدك. اي دولة من الدول مهما كانت ما هتقدرش تقف قدام الطوفان ده لوحدها. فلازم التكتل، والتكتل الفوري، لان احنا بنواجه الحقيقة حرب غير اخلاقية وغير انسانية. ويتشدق امبارح ترامب ويقول لزيلينسكي انت بتقامر بانك هتعمل حرب عالمية ثالثة وانت بتقتل الاف من جنودك كل يوم على الجبهة، ويبقى قلبه منتهى الرقة في ان هو عايز يحافظ على حياة الجنود الاوكران والروس.
بينما كان من اسبوعين بيهدد انه هيفتح الجحيم في الشرق الاوسط. وما يعني اشبه الليله بالبارحه. من اسبوعين كان عايز يفتح الجحيم بدون انسانيه وبدون رحمه، لولا الموقف القوي اللي خدته قاده العرب. والنهارده صعبان عليه الجنود الاوكران. الحقيقه ان ازدواجيه المعايير عند الامريكان واضحه جدا، والحاجه الوحيده الحقيقيه ان هم بيدوروا على مصلحتهم وفقط، مصلحتهم وفقط. لازم نتوحد. وكل عام وانتم بخير. عملت فيديو يوم 29 يناير اللي فات بعنوان شهر أنغام والأزمة العالمية، وقلت إن زيلينسكي ضيع 30% من أوكرانيا وضيع 30% من الشعب الأوكراني علشان حلم الاندماج مع الاتحاد الأوروبي والانضمام للحلف شمال الأطلسي. والحلف نفسه هيتحل السنة دي قبل اول السنه. ومش عارف الوضع يعني الموقف والايمج كانت ظاهره جدا لاي حد. مش عارف ازاي زيلينسكي ما قدرش يتفهم او يشوف الوضع ازاي. لازم نتحد. اتحادنا هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلينا نقف قدام الناس دي، لان الدور جاي علينا، جاي علينا بلا هواده يعني. وكل سنه وانتم طيبين. صباح الفل.